ازاي تتغلب على الكسل وتكون شخص اكثر انتاجية وتبطل تسويف؟ هنتكلم في كل حاجة تخص التسويف والانتاجية وتخص الكسل والتشتت وكل حاجة نتكلم فيها في الفيديو ده. ولو وصلت لغاية هنا ما تنساش تصلي على النبي وكمل معايا الفيديو. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. اول حاجة علشان تكون شخص اكثر انتاجية وتبطل كسل والتشتت، وهو لازما تجدد نيتك مع ربنا. يعني ما تكونش معلش شخص مش بيصلي وبيسمع اغاني وحياته كلها على السوشيال ميديا ويسكرول على التيك توك بس، وتبقى طالب ان انت لا عايز يبقى مخك نضيف. مخك هيفضل كده، مزعلش مني مخ زبالة. تمام. فخلينا متفقين عشان نبطل كسل. ابعد عن التليفون، قلله، خليه ساعتين بس في اليوم. حاول تقلله، صدقني التيك توك انستا اي حاجة دي ملهاش اي 30 لازمة، الا لو انت شغلك عليهم، انما مش تبقى شخص بتسكرول عليهم بس. تمام. اول حاجه تبعد عن التليفون، يبقى يعني اكتر حاجه كده في اليوم لما تقول ان انت النهارده ضيعت وقتك على التليفون تبقى اتفرجت 3 ساعات ولا حاجه. مسكت التليفون 3 ساعات ده اخرك معاه في اليوم، عشان تبطل كسل بجد. تمام. تليفونك طول اليوم يبقى وضع عدم الازعاج، وضع الطيران مقفول ومتشال. مذاكرتك تكون على التابلت. طيب ازاي اكون شخص اكتر انتاجيه؟ انت لازم تكون مخطط يومك من اليوم اللي قبله بالليل. يعني بالليل تبقى كاتب ورقة فيها الحاجات اللي انت عايز تخلصها، المشاوير اللي انت عايز تخلصها، مش الحاجات بتاعة المذاكرة بس. يعني مثلا تكتب الفروض الخمسة، الورد، القرآن، الأذكار، مذاكرة كذا وكذا وكذا، مشوار مثلا مع كذا، فاهم؟ انما مش تبقى كاتب لي بس المذاكرة وانت اصلا في 3 4 ساعات هتضيعهم في مشوار ولا حاجة، فاهم؟ لازم تبقى كاتب كل حاجة في يومك في ورقة وتبقى لازقها على الحيطة، حاططها على المكتب. المهم ان انت اول ما تصحى الصبح هتبدأ تشتغل فيها. حاول تظبط نومك، وانا عملت فيديو عن النوم وهحط لك اللينك بتاعه تحت. حاول تظبط نومك وانا قلت كل الطرق في الفيديو ده. تمام. هتظبطه ازاي؟ ان انت هتنام بدري وان انت تصحى بدري والكلام ده كله. ماشي. وانت اكيد اتفرجت على مليون فيديو حتى غير بتاعي، وعارف كل حاجة هتعملها. احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن الكسل باستفاضة. الكسل ده بيجي من ايه؟ بيجي من نومك كتير، بيجي من قعدة التليفون، بيجي من، بص هقولك على حاجة شفتها في فيديو. الفراغ بيجيب فراغ، الفراغ قاتل حرفيا. الكسل بيجيب كسل، الشغل بيجيب شغل. لو انت كنت الشخص، يعني لو انت كنت بتعمل الحاجات اللي انت كنت بتقول انك انت هتعملها من زمان اصلا، انت كان زمانك دلوقتي وصلت للشخصية اللي انت عايزها، كانت تبقى متكونة. انما انت للأسف 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 كل اجازه وكل اسبوع وكل ساعه تقول هبدا كمان نص ساعه، هبدا كمان ساعه. اول ما الساعه تيجي 12 بالظبط انا هبدا من اول يوم السبت، انا هبدا مش عارفه ايه. لا، انت ابدا، ما تقولش هبدا من كذا، انت تقوم وابدا في ساعتها. نظم وقتك من دلوقتي وابدا من دلوقتي. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان لما قلت اعمل فيديو عن ايه مذاكره الكيمياء ولا ازاي تتغلب على الكسل، فوق المية عاملين ازاي تتغلب على الكسل. لو كل دول كسلانين، مين اللي شغالين؟ معلش، شوية صغيرين اللي شغالين. انا عايزة شغل، عايزة اشوفك شغال. انت شخص كسول وعايز حد يحفزك، عملنا لك متابعة بسعر رمزي جدا، عملنا لك قناة التليجرام بينزل عليها معسكرات وشهادات تقدير، انت عايز ايه تاني؟ ما تكونش كل الاسباب متهيئة حواليك وانت اللي مش عايز تبدأ عشان انت مش قادر، شغفك مش متظبط، مودك مش تمام. احنا مش عايزين ده. خلي اهلك يصعبوا عليك، يعني اصعب على نفسك. اصعب على نفسك عشان لما تيجي في الاخر ما تعيطش زي اللي جابوا لي خمسينات وهم ما ذاكروش. الناس اللي جابت 50% وهي مذاكرة دي ناس على دماغي، على دماغي كده من فوق، وربنا معاه ويوفقها في الكلية او المعهد اللي دخلوه. انا بتكلم عن الناس اللي هم جابوا لي 90% و50% حتى ما ذاكروش. يعني في ناس جابت 90% وما ذاكروش، ودول ما شاء الله هيسقطوا من اولى كلية وهتقولوا نور قالت تمام. بالنسبة بقى للناس اللي جابت 50% وما ذاكروش، لا انتوا تستاهلوا. انا مش شمتانة بس انتوا تستاهلوا. انتوا ما يكونش الدفع عليكم قد كده وحصل معاكم حاجات قد كده بقى، مصاريف ودروس، وانت اللي تاخد الفلوس وتزوغ. انت بتتكلم في ايه؟ خلي عندك شوية انضباط بنفسك. ما تنتظرش من حد انه يكون هو اللي فوق راسك. ولو عايز حد فوق راسك، انا عملت لك متابعة، والله عملت لك متابعة. تمام. وبتتكرم اخر الشهر. بس كل اللي انا طالباه منك بالله عليك بالله عليك بالله عليك كمان مره،
ذاكر واعمل اللي عليك والنتيجة بتاع ربنا. سيبك من احباط دفعة 24 ده خالص، اللي هو دفعة غشت سماعات نجحوا واللي ذاكروا فشلوا. لا، انا اعرف حد، ويعني هو عارف نفسه لو بيسمع الفيديو ده، جاب 80% وبدأ مذاكرة في شهر 4 جاب 85%. ماشي، وبمجهوده، وانا شاهدة على ده، وانا اللي كنت بساعده. الاولى على ادبي برضو كان بيكلمني كتير كتير قوي، بيكلموني يدخلوا الكليات اللي هم عايزينها، اللي دخل هندسة واللي دخل طب واللي دخل تمريض واللي دخل حاسبات ومعلومات. كل واحد دخل الكلية اللي كان نفسه فيها. ما تبصش على النماذج الوحشة بس، ذاكر واعمل اللي عليك والنتيجة بتاعت ربنا. الحل النهائي للكسل، عشان انت هتقولي عايز الحل النهائي، انا مش هديك كبسولة اقول لك خد ده الحل النهائي. لا، ده الموضوع عايز خطوات. عايز تبعد عن الموبايل، عايز تبعد عن السوشيال ميديا، عايز تنظف دماغك من المسلسلات، عايز تفضي ذهنك. انا كنتش بتذاكر وبتفكر في احداث المسلسل ولا في ماتش الكوره ولا فيديو تيك توك اللي انت شفته، ولا مش عارفه فلانه وفلان سابوا بعض وفلانه اللي خلعت الحجاب. فضي دماغك شويه. وانا قلت قبل كده في فيديو ان انت يعني ازاي تبقى كويس في ثانويه عامه بنصايح تبدا بيها صح. وكان من ضمن النصايح دي ان انت جدد نيتك مع ربنا وتكتب مذكراتك يوميا. البعض هيقول لي ما بحبش اكتبها، اكتبها على الموبايل في رساله شات ما بينك وبين نفسك. عشان حرفيا دي اهم بوينت، ان انت بتفضي دماغك يوميا كل يوم بالليل. وبس كده، لو وصلت لغايه هنا من الفيديو هتلاقي تحت لينك قناه التليجرام ولينك جروب الواتساب بننزل عليه معسكرات وشهادات تقدير ورسائل تحفيزيه وكل حاجه انت عايزها. وبس كده. وبجد انا بحبكم وخايفه جدا 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 على مصلحتكم، فيا ريت تعمل اللي عليك. ولو كملت لغايه هنا، يعني وصلت لغايه هنا في الفيديو، فما تنساش تصلي على النبي كمان مره.